رباعيات الخيال تضاهيها. عندنا أغنية غدا نلقاك، انت عارف هي دينية هي. انت الحب يا ما قلوب هيمة حواليك، من هو؟ هل هو الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل هو الله؟ هل هو القلب يعشق كل جميل؟ هل هو نفس الشاعر ذاته بيرثي نفسه أو بيتكلم عن نفسه؟ هذا الديوان وهذه القصيدة حبيت اللي يعني تلمس مشاعر كثير من الناس. ما نريد نتكلم عن الفكر، بس كل إنسان يعني ممكن يتأثر بطريقة. حبيت اللي طبعه مو طبعي، جفاني وجفيت كل ده من أول بسبة ما حبيت. وجريت ودقيت باب أول بيت، يا ريت حبي استنى وكمان استنيت وكمان أنا استنيت. جفاني وجفيت. هنا الفاصل الإكس هذا ضروري جدا. جفاني وجفيت، جفاني وجفيت، جفا للحن. فنلاحظ الإكس، طبعا الإكس تكون صغيرة حتى ولا كنت دق. هنا الوتر يجي دن ولا كنت دن، ولي مع الإكس كمان دن 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 ولا كنت دن. دائما اللي كمان. والناي شغال في الخلفية لأنه يمشي مع الكمانة. الكمانة بتقول إيه تاخدك للجو الذكريات. يعني هنا كأنه الشاعر بيتذكر زمان، قد يكون هو وصل لسن 80 لسن 90. يعني هنا القصيدة هرم الحب. عندما هرم الحب، أحيانا الحب يهرم في سنين بسيطة وأحيانا في دهر. يعني في حب يهرم في سنتين، وفي حب يهرم في 40 سنة مثلا أو 20. اللي هو اللايف سايكل حق الحب. كده أنا طولت كثير ها.